اليوم بنسوي مضروبة الطحين، وصفة خليجية ما أعرف من أي دولة بالضبط، لكن طعمها ما طبيعي، دافية وناعمة وقوامها مثل الزبدة، وحموضة اللومي والبهارات مع الدجاج عالم ثاني. بعتمدها كأحلى وصفة شتاء، وطريقتها أسهل من السهلة. نسخن ملعقتين سمن في الصفرية، ونضيف عليهم 5 بصلات مفرومات، شوية ثوم، زنجبيل، فلفل أخضر، وثلاث حبات طماطم. ولما يذبلوا على الخفيف نضيف كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات، نعطيهم رشة ملح، فلفل أسود، ملعقة كركم، هيل، فلفل أحمر، قرفة، كزبرة، شوية سنود، فلفل أخضر مطحون، 7 بهارات، وملعقتين كبار لومي أسود مطحون. أساس وروح الوصفة. نضيف ملعقة معجون طماط ونحمسهم حمسة محترمة. طبعا ريحة بهارات الشرع وهي تتحمص وحدها سالفة، خصوصا ريحة الفلفل الأخضر المطحون. الشرع ما خلوا شيء ما طحنوا. نضيف كبشة كزبرة، 6 أكواب ماي، نغطي الصفرية ربع ساعة لحتى ما يستوي الدجاج. ساعتها نطلع الخلاط ونضربه على الناعم، لكن يبقى فيها شوية قوام. بعدها ننخل عليهم كوبين ونص طحين بر عماني، ونحن نخلط لحتى ما نوصل لقوام ثقيل وتبدا الصفريه تبقبق. نعطيها رشه سمن، كبشه ثانيه كزبره، نغطيها ونخليها على اهدى نار ساعه الا ربع لحتى ما يصير قوام المضروبه كأنها حرير. ما اقدر اوصف لكم الريحه من حالاتها. نصبها على صحن التقديم وهي ساخنه بتنزل وحدها. نعطيها هزه خفيفه ونصب عليها رشه صغيره سمن اللي بيخليها تلمع وما تنشف. نقدمها بروحها او مع شويه دقوس بحريني. خلوا كل لقمه تدفي الروح، وعليكم بالف عافيه.